اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رأيكم في الترند القمر ده؟ المكشكش سهلة وبسيطة، وهنعملها بأبسط وأسهل المكونات، ومش هتكلفنا كتير، ولا 450 جنيه، ولا كل الأرقام الخزعبلية دي. شكلها حلو، طعمها حلو، وسهلة جدا وبسيطة. يلا بينا على المكونات. أول حاجة معانا لتر لبن، وهنستخدم بدل بودنج الفانيليا اللي مكوناته يعني مش متاحة يمكن قد كده، او يعني في تركات كتير. هنستخدم بداله كيسين كاستر، وهنحط على كيسين الكاستر بيضتين، 2 بيضة، وهنحط فانيليا. طبعا الفانيليا لو سايلة هتبقى اريح بكتير للامانة يعني. انا ما حطيتش سكر، انا استكفيت بالسكر بتاع الشربات. بس لو انتي حابة تحطي سكر، لو انت يعني حابه بتبقى مسكره زياده او كده، ممكن تحطي معلقتين 3 سكر. بس انا استكفيت بالسكر بتاع الشربات. بنقلبها كويس على النار، بنقلها على النار لحد ما تبقى تتقل كده معانا، والقوام يتقل. بنحط لها مكعب زبده، بس للاسف الحته دي ما اتصورتش. بنضيف لها مكعب زبده، هيديها غناوه جدا، وهيديها طعم حلو وريحه كمان حلو. بعد كده عندنا الصينيه بتاعتنا. احنا المفروض بنستخدم صينيه مربعه او مثلثه او مستطيله، قصدي مربعه ومستطيله، ايه مثلثه دي، مربعه او مستطيل. بس ما لقينا بيضاوي، تقول لا ما قالتش والله اشتغلت وزي الفل. هنجيب ورقه الجلاش، ده نص كيلو جلاش. هنحط نص عدد الورقات تحت ونص عدد الورقات فوق، دول حوالي 16 ورقه او 17 حاجه كده يعني. المهم احنا حطينا 8 ورقات تحت، 8 فوق، 16 ورقه. حطينا 8 ورقات تحت. ما بين كل ورقة والتانية بندي معلقة زبدة كده سايحة بالفرشة، وبنبدأ نحطها بمنتهى البساطة زي ما احنا شايفين. حابة تشيلي زيادات دي، حابة مش حابة، انا حطيتها زي ما هي وطلعت برضو لطيفة ومفيش اي مشاكل يعني. متعقديش نفسك اوي يا ست الكل. خلصنا هنا عدد الورقات بتاعت الجلاش اللي تحت. هنبدأ ناخد الخليط بتاع الكاستر او بودنج الفانيليا، ونحطه على الخليط بتاع على الورقات بتاعه الجلاش، ونفرده كويس. وبعد كده بنتني بقى الاجزاء دي لو انت مش عايزه تشيليها زي. ونحط رقه واحده علشان بس تغطي الجلاش، يعني تغطي بس الكاستر من فوق او تغطي الخليط. وبعد كده بنبدأ نعمل بقى المكشكش. عارفين طبعا كلنا المروحة اللي كنا بنعملها واحنا صغيرين. معلش ده محمد مش قادرة يعني مش قادرة احكم عليه، هنا هتبان اكتر. المروحة اللي كنا بنعملها بالورق واحنا صغيرين. بنبدأ بقى نمسك ورقة الجلاش واحدة واحدة كده ونلفها. طبعا لو هي مش مقطعة او مقطعة يعني احنا برضو بنقدر نتعامل يعني، مفيش اي مشاكل، لحد ما تبقى قدامنا مكشكشة او مروحة بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بنرصهم جنب بعض، دول 8 ورقات. بنرصهم في الصينية جنب بعض، وبعد كده بندهنهم كويس بمعلقة بالزبدة يعني بالفرشة بالزبدة كويس. وبنحطها في الفرن، طبعا الفرن مسخنينه من قبل كده، وبنحطها في الفرن في الرف اللي في النص. لو في مروحة بنشغلها تمام، وبتطلع تبقى بالقمر ده، سايحة ونايحة وقمر. بنسقيها طبعا بالشربات، شربات تقيل مش خفيف. وبالهنا والشفا، ورمضان كريم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الكومنتات.